بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الثاني الإعدادي، مرحبا بكم. النهارده ناخد درس جديد في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته وكفاحه. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ رحلة الدفاع عن الدين في المدينة والغزوات والكلام ده. طيب الرسول عليه السلام لما تعرض للحاجات ديت كان ساعات بيخرج مع المسلمين وساعات كان بيبعت بعض المسلمين. لو الرسول خرج يبقى دي اسمها سرية اللي اسمها غزوة، ماشي. يبقى الرسول كان في عنده حاجة اسمها غزوة وكان عنده حاجة اسمها ايه؟ سرية. السرية هي اللي وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخرج فيها. طب السرية هدفها ايه؟ هدفها اضعاف قوة قريش. حلو كده؟ حلو قوي. طيب اول السرايا كانت بقيادة حمزة في رمضان بعد 7 اشهر من الهجرة، وديت مش مطالب بيها عندك في المنهج. طيب بالنسبة للغزوة هي معارك خاضها المسلمون بقيادة الرسول، يبقى اللي خرج فيها الرسول غزوة، اللي ما خرجش فيها اسمها ايه؟ سرية. وكانت بتبقى ايه؟ ضد المشركين دفاعا عن الدين. حلو قوي الكلام ده. اهم الغزوات، بص يا سيدي، عندك غزوة بدر، دي تعتبر سنة 2 ودي اهم غزوة. اسبابها ايه؟ امر الرسول اصحابه باعتراض قافلة لقريش قادمة من الشام يقودها ابو سفيان ابن حرب. ليه؟ عشان المسلمين سابوا بيوتهم وسابوا ارضهم وسابوا دكاكينهم وسابوا هدومهم وسابوا حاجتهم كلها فين؟ في مكة. فالقافلة ديت بتاعت ناس من مكة، يبقى ناخد ديت قصاد الحاجات اللي احنا سيبناها لهم وهم استولوا ايه؟ عليها. جميل. ابو سفيان كان راجل مكار، عرف ان المسلمين هيهاجموه فغير الطريق ولف من طريق تاني، لكن بعت لمين؟ لقريش. لما بعت لقريش، قريش قامت جايه جاري، وطبعا جاي معاهم المعلم مين؟ ابو جهل. أصر زعماء قريش على قتال المسلمين والقضاء على المسلمين، وخدتهم الغرور والعظمة، فخرجوا في جيش كبير ما بين 900 ل 1000. ايه اللي حصل بقى يا سيدي؟ صلى بينا على النبي. استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج لقتال مين؟ المسلمين. طب الرسول كان معاه كم واحد؟ كان معاه 313، واحنا قلنا هم كانوا من 900 ل 1000، يعني تقريبا كل واحد من المسلمين هيحارب 3 منين؟ من المشركين. بعد وصول المسلمين إلى بدر أشار الحباب بن المنذر على النبي أن يعسكر عند أدنى بئر من آبار بدر. قال له يا رسول الله إيه رأيك؟ أنا بفكر في مكان إن إحنا نبقى في الحتة ديت نشرب وهم إيه؟ ما يشربوش. الرسول عليه السلام شجع أصحابه على القتال وبشرهم بنصر الله ودعا ربه فأمده الله بملائكة عند الحرب، وكانت النتيجة إن إحنا انتصرنا ومات من المسلمين 14 ومات من المشركين 70، وخدنا منهم 70 أسير، والرسول عامل الأسرى أحسن معاملة. وبعد كده بيجي لنا حاجة مهمة جدا 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 لازم نعرفها ورا كل معركة. إيه الدرس المستفاد؟ بص يا سيدي، قوة الإيمان بالله والوثوق بنصره برغم إن إحنا كنا 300 بس وهم حوالي 1000. الأخذ بالأسباب وعدم التواكل، قعدنا نشوف المكان الأحسن هو إيه، نعمل إيه، نقسم جيش، حاجات زي كده. الشجاعة في مواجهة العدو رغم قلة العدد. معاملة الأسرة معاملة حسنة. بعد كده عندي غزوة اسمها غزوة بني قينقاع، ودي في نفس السنة، سنة 2. بس غزوة قينقاع دي ضد اليهود في المدينة، إنما التانية كانت المشركين في مكة. أسبابها إيه؟ كراهية اليهود للمسلمين، فكانوا بيسخروا من المسلمين ويسعوا للفتنة بينهم. اعتداء أحد اليهود على امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام بإن هو حاصر بني قينقاع 15 ليلة، وأنزل الله في قلوبهم الرعب والخوف ففروا من المدينة. أمرهم بالخروج بعد أن أخذ منهم أسلحتهم، وبكده يبقى الرسول تخلص من أول طائفة من اليهود. يبقى أول طائفة الرسول اتخلص منها من اليهود هم يهود بني قينقاع. حلو أوي الكلام ده. إيه الدروس المستفادة؟ إيه؟ إغاثة المحتاج. المرأة المسلمة لما استغاثت لقت اللي يغيثها. وحدة المسلمين في مواجهة اليهود، لما المسلمين اليهود قل أدبهم لقوا اللي يقف ضدهم. غزوة أحد. غزوة أحد من أهم الغزوات. غزوة أحد ديت يا سيدي بتقول لك كانت سنة 3، يبقى كانت بعد إيه؟ بني قينقاع وبعد بدر بسنة، وكانت ضد مين؟ ضد المشركين. المشركين في غزوة بدر طلعوا يجروا وقالوا هنتقابل السنة الجاية، يبقى عشان كده كان في غزوة إيه؟ غزوة أحد.
أسبابها رغبة قريش في الانتقام لما حدث لهم يوم بدر. أحداثها: أعدت قريش جيشا تعتدوا 3000 مقاتل بقيادة أبو سفيان اللي هو كان بتاع القافلة، وتحركوا نحو المدينة حتى نزلوا قريبا من جبل أحد. موقف الرسول: استشار أصحابه فأشار عليه بالخروج. خد بالك من حاجة، استشار أصحابه، ما لهمش أنا الرسول، هو أنتم بتفهموه مش عارف إيه، لا، استشار أصحابه. خرج في 1000 من الصحابة، وهم كانوا كام؟ كانوا 3000، يعني برضو كل واحد هيحارب كام؟ 3. في الطريق حصلت حركة في منتهى الندالة. شوف بقى ايه اللي حصل. عبد الله ابن سلول وده زعيم المنافقين رجع بتلت الجيش. حلو قوي. خطط الرسول للمعركة فاختار 50 راميا، 50 واحد هيقفوا يرموا بالسهام والأقواس، يقفوا فوق جبل أحد. جبل أحد ده بيشرف على على المعركة. أمرهم الرسول ألا يتحركوا من أماكنهم سواء انتصرنا أو اتهزمنا، وهيشدد قوي 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 على الموضوع ده، سواء انتصرنا سواء انهزمنا اوعوا تنزلوا من جبل أحد. دارت المعركة وكان النصر في البداية حليف المسلمين. وبعدين ايه اللي حصل؟ خالف الرماة أوامر الرسول، تركوا أماكنهم ونزلوا يجمعوا الغنايم. خالد بن الوليد شاف ان ما عادش حد فوق الجبل. خالد بن الوليد كان رئيس او من زعماء جيش الكفار اللي هم المشركين، فلف من حوالين الجبل وطوق المسلمين، بقوا عامل حواليهم دايره والمسلمين في النص، وبكده انقض على المسلمين وتحول نصر المسلمين الى هزيمه، وقتل من المسلمين 70 واحد منهم حمزه عم الرسول، والمشركين كل اللي مات منهم 14. حتى الرسول عليه السلام اتجرح فين؟ في الغزوه دي. طب نتيجه الغزوه ايه؟ هزيمة المسلمين بعد ما كانوا منتصرين. حلو. استشهاد 70 واحد من المسلمين و14 واحد من المشركين ماتوا. الدروس المستفادة: لازم طاعة الرسول، لازم نلتزم بأوامر القائد، لازم يبقى فيه حرص من كيد المنافقين. تمام أو الكلام ده. لوحة شرح. بص يا سيدي، خرج بعض البراعم اللي هم الشباب الصغيرين اللي لسه سنهم صغير قوي: أسامة بن زيد، زيد بن ثابت، البراء بن عازب، سمرة بن جندب، رافع بن خديج، عبد الله بن عمر، للاشتراك فين؟ في المعركة بتاعت أحد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا لسه صغيرين، ما عدا سمرة بن جندب قال له يا رسول الله انا برمي كويس وشوفنا انا بنشن كويس، وقعد يتحايل على الرسول لحد ما الرسول قال له ماشي. جه رافع وراح لجوز والدته، كان ابوه ميت وامه متجوزه واحد تاني، وقال له شوف الرسول خل سمرة يجي لازم انا اروح انروخر. فقال له يا رسول الله انا بعرف الشكل واغلب سمرة. فقال له طب الشكل قدامي، فقام الشكل وياه، فقام غلبه، فقام قايل له خلاص هناخدك معانا. شوف الناس دي عندها استماتة ازاي وهم لسه اطفال صغيرين، عايزين يروحوا عشان يرفعوا دين الله وعشان يرفعوا الاسلام وعشان يوصل لنا وعشان احنا نصلي ونصوم. عشان كده انا بنفسي كل واحد ما يسيبش ولا فرض، وكل واحد يلتزم باخلاق الاسلام. وان شاء الله ناخد غزوة الخندق الدرس الجاي. واشوفكم لو اي حد عنده استفسار او سؤال يبعتوا لي على صفحة مستر عماد على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.